إلى جانب جمال برونيلا الخلاب الأخاذ وذكائها الغير محدود اللي عدى كل الحدود، كان عندها موهبة تانية خطيرة. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش ملك طيب وعادل حياة غير سعيدة بالمرة. الراجل ده كان عنده مشكلة كبيرة جدا اسمها برونيلا الأميرة وبنته الوحيدة وقرة عينه، الحاجة الوحيدة اللي طلع بيها من الدنيا بعد وفاة الملكة مراته الله يرحمه. أما مرت السنين وبرونيلا كبرت وخراط البنات خدها خرطتين رايح جاي وبقت عروسة عقبال عندكم، والملك كبر في السن وصحته تدهورت وما بقتش زي الأول. كانت أمنيته الوحيدة في الدنيا دي كلها إنه يطمن على بنته حبيبة قلبه قبل ما يودع ويفيص ويموت. في القصص الخيالية والفيري تيلز أحيانا كتير قوي بنبالغ في وصف الجمال، بس برونيلا لا، مفيش في جمالها اتنين، وده كان السبب الرئيسي في اصطفاف الأمراء من كل حدب وصوب وكل أنحاء البلاد بالطوابير قدام باب قلعته، كلهم جايين عشان خاطر حاجة واحدة بس، طلب ايد برونيلا. وعلى قد ما برونيلا كانت غاية في الجمال، على قد ما كانت غاية في الذكاء والنباهة والثقافة والدقدقة والحداقة وكل، وده كان السبب الرئيسي في رفضها لأي حد اتقدم لخطبتها عشان خاطر جمالها بس. أي حد بيتقدم لها كانت بتطلع فيه ألف عيب وعيب، لا ده طويل قوي، ده قصير قوي، ده مليان قوي، ده رفيع قوي. المهم اي حد بيتقدم لها كانت بتطلع فيه القطط الفطسانه، ولان حب الملك ليها كان اكبر من خوفه عليها فما كانش بيرضى يزعلها ولا يجبرها تتجوز حد غصب عنه. لحد ما في يوم من الايام ملك زميل ليه عارفه عزيزه عليه من مملكه كبيره قوي جنبهم، بينهم ود كبير، حتى برونيلا ذات نفسها كانت بتحب الراجل ده جدا. ابنه امير وسيم مثقف محترم مؤدب ومتربي اتقدم لطلب ايد برونيلا. البنت قررت تنزل تقابله، كان عندها مشوار، قالت ايه شوف ده عايز ايه، مش هاخد في ايديها غلوه كده تشوف في اي حاجه وتطلع تقول لابوها سوري مش هينفع. نزلت ساحه القصر قابلته وقعدت معاه، ولكن للاسف ما فيهوش غلطه. بعد ما قعدت معاه شويه استاذنت العريس وراحت لابوها قالت له بص والله العظيم يعني كل شيء اسمه نصيب، وهو شاب كويس، هو ما اختلفناش يعني، بس انا حاسه ان بشرته ناعمه قوي. مالك قال لها اختشي يا بت، ايه اللي ايه اللي بتقوليه ده، الراجل ما يابوش الا جيبه وطول بس معروف. بعد إلحاح شديد من الملك هتقرر إنها تديله فرصة تحكم على شخصيته بنفسها، ولو حست أو وراها إنه عايز يتجوزها لأي حاجة غير شكلها كان بها. ما حصلش يبقى يا ابن الناس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وأنت من سكة وأنا من سكة. الملك طار من فرحة، أخيرا ممكن يخلص منها، عمرها ما وافقت تدي لحد فرصة. خد بعضه وراح للأمير قال له على طلب برونيلا وعرض عليه يستضيفه عندهم في القصر إقامة أول إنكلوسيف خلال المدة دي. الأمير ابن الحلال وافق ورحب بالفكرة جدا. إلى جانب جمال برونيلا الخلاب الأخاذ وذكائها الغير محدود اللي عدى كل الحدود، كان عندها موهبة تانية خطيرة غاية في الخطورة، ألا وهي السحر. من صغرها الملكة الله يرحمها والملك اكتشفوا قوات بنتهم السحرية اللي كانت بتكبر يوم عن يوم، وأما البنت كبرت شوية وفهمت طلبوا منها إنها تخليها سر، لأن لو خبر زي ده خرج للعلن هيشكل خطر كبير جدا عليه، لدرجة إن وصية أمها الوحيدة ليها على فراش الموت كانت إنها تخلي موضوع قواتها السحرية ده سر تحت أي ظرف ولأي سبب كان. برونيلا 3 ساحرة جميلة وذكية وساحرة. نرجع بقى لعريسنا. مرت أيام كتير جدا في فترة حلاوة البدايات، برونيلا والأمير عريسنا قضوها بيتعرفوا على بعض، بتحب إيه ما بتحبش إيه، وأنت بتحب إيه ما بتحبش إيه، لونك المفضل إيه ولونك المفضل إيه، أكلك المفضل أكلك المفضل، الحاجات اللي كل شوية القدر بيخليها نعيدها مع ناس. بس إحنا في القصة دلوقتي. المهم مع كل يوم كان بيمر إعجاب برونيلا كان بيزيد تجاه العريس، كل المؤشرات بتقول إن الولد عبارة عن جرين فلاج ماشي على رجلين، لحد ما في يوم من الأيام كانوا بيفطروا مع بعض كالعادة، وبعد ما ضربوا الاتنين ليمون تحت الشجرة قاموا ركبوا حصنة ويتمشوا في جنينة القصر. بعد ما خلصوا جولتهم وهي بتنزل من على الحصان قام مديها رفسة مطيعة، طارت نزلت على رقبتها زرع بصل في الأرض، قفاها اتفتح. الأمير اتخض جدا وجري عليها شالها وراح بيها القصر، حطها في سريرها، وما طلبت منه إن يندهوا لها دكتور عشان يداوي لها الجرح قال لها إن مفيش داعي، فوق ده كله هو درس الطب وهو صغير وداوى لها الجرح بنفسه. انبهري. لا في حاجة غلط في حاجة غلط، مش مرتاحه له، بس مش عارفه هي ايه، بس في حاجه غلط كده، الموضوع مش متزن. يعني غني بيبقى تافه، مثقف بيبقى ممل، بيحب شغله بيخون مراته، انما ايه ده؟ وهتتوصل في الاخر لاستنتاج ان طريقه تعامله معاها اكيد مش موضوعيه، بيحاول يبهرها. الموضوع ده والجوازه دي لو هتتم محتاجه تدخل من طرف تاني. برونيلا قررت انها تمارس هوايتها المفضله وتبقى حربايه.
تستخدم سحرها في تغيير شكلها والتنكر والتحول إلى شخص تاني تمامًا. هتاخد بعضها تروح للأمير تقول له إن أميرة المملكة اللي جنبهم الbest friend بتاعتها جاية زيارة محتاجة تقضّي معاها شوية وقت، فهتاخد بعضها تروح تقضّي معاها النهار وهتيجي له كل يوم بالليل على العشا، ياكلوا مع بعض ويقعدوا يتكلموا شوية. خدت بعضها راحت أوضتها، زقّت السرير وفتحت باب خفي من الأرض، طلّعت منه صندوق أسود وضخم وشكله مخيف، فتحته طلّعت منه جلد، حطيته على السرير وقلعت جلدها. ما اعرفش ازاي بس هي القصه كده نعدي. قلعت جلد برونيلا حطيته على السرير ولبست الجلد اللي طلعته من الصندوق، اتحولت لواحده ست عجوزه عندها يجي 100 سنه. تحفه. حد يحذر الامير بقى بجلده من المجنونه دي. المهم فات الليل وتاني يوم الحرس لقوا واحده ست عجوزه جايه على باب القصر. سالوها عايزه ايه يا وليه انت؟ عايزه ايه يا حاجه؟ قالت لهم انا جايه استلم شغلي الجديد. هيقولوا لها احنا ما عندناش خبر بان الملك بيعين خدم جداد. فواحد منهم هيقول للتاني يا عم سيبها راحه، يعني القلعه محتاجه القطنه ما بتكذب. التاني هيقول لها استني هنا وياخد بعضه ويدخل، تكون هي بقى مظبطه لها كل حاجه من جوه. الجريمة الكاملة. الأميرة برونيلا سايبة خبر إن خادمة خطيبها تيجي تستلم شغلها النهاردة. الوظيفات بتوعها كلهم بنات صغيرين في السن، ما يصحش إنهم يخدموا على شاب قاعد عندهم. جايبه له واحدة مش من دور أمه، جايبه له واحدة من دور سته تخدمه خلال إقامته في القصر. الحرس هيرحبوا بيها وياخدوها يودوها للأمير تتعرف عليه، هتستلم شغلها وتبتدي في خدمة الأمير، ووضعه تحت سلسلة من الاختبارات الصغيرة طول الوقت، وهي بتديله الشاي وهي بتديله أكل وهي بتشيل طبق. ترجع تسأله تاني في الحاجات اللي قال لها عليها وهي برونيلا وتشوفه هيجاوب بنفس الطريقة ولا لا. وهو قاعد في القصر وهي عند صاحبتها الأميرة اللي في المملكة اللي جنبهم تشوفه بيتعامل مع الوصيفات إزاي، يشيل حاجة تقيلة وتعدي من قدامه تشوفه هيقوم يساعدها ولا لا. Just issues تكفي قرية. بنت الناس طب ما تفوتيها سيرة يعني. أنا مش مضايقني غير إني حاسس إني متفاهم موقفها. والله العظيم. المهم مرت الأيام والأسابيع وهي بتخدمه طول النهار وتختبره كالست العجوزة، وبعدين تاخد بعضها وتروح أوضتها تغير جلدها حرفيا وتنده الوظيفة بتاعتها تيجي تزوقها وتلبس أحلى فستان عندها وتاخد بعضها وتاخد الوظيفة وتنزل تقعد تتعشى معاه كل يوم. مع كل يوم كان بيمر إعجاب برونيلا والأمير ببعض كان بيزيد شوية، ومع كل يوم كان بيمر حقد الوظيفة بتاع برونيلا عليها والغل منها كان بيزيد شويتين. مش كفاية إنها غنية وأميرة بنت ملك، لا دي خدت كمان الجمال والذكاء والشباب، مش الشباب الصغر في السن، الشباب. لحد ما في يوم من الأيام الوظيفة دخلت ترتب أوضة برونيلا في غير ميعادها، لقت جلد على الأرض. اترعبت من المنظر واترعبت أكتر لما مسكته فردته ولقيته جلد، ولكن فضولها لسبب ما خلاها تحاول تلبسه. بمجرد ما تلبس الجلد هتحس بجسمها بيتغير، وأما تاخد بعضها وتبص في المراية هتلاقي نفسها خادمة الأمير الست العجوزة. الوظيفة هتنبهر ولكن هيكون عندها خطة شيطانية لاستغلال اللي حصل ده في صالحها. برونيلا هترجع من بره تدخل أوضتها تقلب الأوضة على جلد الست العجوزة تحت السرير جوه الدولاب لدرجة ظرف مفيش فايدة. الجلد السحري بتاع الست العجوزة فص ملح وداب. مرة واحدة تسمع صوت مألوف جاي من وراها بيقول لها بتدوري على حاجة حلوة؟ هتبص تلاقيها الست العجوز. هتواجهها باللي حصل وتهددها بإفشاء سرها للمملكة كلها، إنهم عيلة سحرة ونور بتوع بيضة وحجر، إنها لو عايزة تشتري سكوتها فتمنه حاجة واحدة بس، تعينها على هيئتها الحقيقية خادمة للأمير مكان الست العجوز. وبرونيلا ما عندهاش خيارات، تجنبا للفضيحة هتوافق. تاني يوم الوظيفة الخبيثة جوتزيلا هتاخد بعضها وتروح للأمير في هيئة الست العجوزة، تدخل عليه تقول له أنا محتاجة أودعك، أنا كبرت على الشغل. لا يا ابني الواحد صحته بقت على قد خالص، بعدين الواحد مهما كبر الراجل في البيت ما يعرفش يقعد من غيري على بعض. بس عامة أنا هسيبك في إيدين أمينة، إيدين ما تتخيرش عني أبد. بنت كده بنت لهلوبة والله العظيم. أنا مش بقول كده عشان بنتي، أخلاق إيه وأدب إيه وكسوف إيه قبل ما أفكر في الحاجة تكون عاملة. ده أنا ربيتها زيادة عن لزوم البت، بوظتها من تربيتها. لا أميرة بقى ولا إيه ما اقولكش. عامة انا هنا هاخد بعضي يا دوبك مسافة ما اوصل للبيت هشيعها لك على طول عشان هي قاعدة مع ابوها دلوقتي. وابقى انا اجي كل يوم الصبح نشرب الشاي مع بعض، شقر عليك شوية شوف عاملة ايه معاك. ما تؤمرش بحاجات دي. خطة ما حصلتش. الأمير هيحزن جدا على فراق الست العجوزة لأنه كان اتعلق بيها قوي، ولكن هيشكرها ويودعها ويقعد يستنى بنتها. هتطلع أوضتها تقلع جلد الست العجوزة، ومن صندوق صغير كده مخبيها هتطلع جلدها تلبسه وتنزل. السلام عليكم يا سمو الأمير. أنا صوتي كده في العادي أصلا ما يطلعنيش صوت، ما تحس إنك ممكن أنت ممكن ما تبقاش سامعني أصلا وأنا بتكلم معاك. اقعد أنت
أنا كده بازعق أصلًا، أنا كده بازعق عشان تسمعني، إنما أنا أصلًا في العادي ما فيش صوت خالص. حضرتك تؤمر بحاجة سمو الأمير؟ الوظيفة الخبيثة هتستلم شغلها كخادمة الأمير وتستغل منصبها في تنغيص عيشته عليه مع الأمير. نميمة بقى، أنت مستني الأميرة برونيلا؟ هي بس بتستحمى، ممكن هي تلاقيها مطولة شوية في الحمى عشان دي أول مرة تستحمى من من الجمعة اللي فاتت. هتتأخر شوية، استنى بس عليها. لأ ما تكلمهاش في الحاجات دي، هي ما تفهمش في الحاجات دي، بس أنا عارفاها كويس. هي صحيح عاملة إيه وعملت إيه في الصرف؟ زمان أنا شُفت أمي صح، زمان كنت باجي مع أمي القلعة وأنا صغيرة، كنت باقعد ألعب مع برونيلا بقى، كلنا نقعد نلعب ما أنا وبرونيلا وكلنا. العيال كانوا مسمينها أم كمبوش من وهي صغيرة، طبعًا ما حدش كان يقدر يقول لها الكلام ده، بنت الملك برضه، كانت كارتة كده من قدام. أمي كانت تقعد تقول لي: أنتِ حُطّي الجاز اللي هتبقي زي برونيلا، كلنا كنا بنخاف أوي. هي عاملة إيه صحيح، عاملة إيه برونيلا، وعاملين إيه مع بعض؟ هتقعد بقى إيه شغّالة له في الأزرق ده كتير، والتانية الناحية التانية متوترة وخايفة، توتر والخوف طول الوقت، لا الوظيفة الخبيثة تفشي سرها للمملكة كلها، على طول متنحة وسرحانة ودماغها مش فيها. الأمير بعد ما إعجابه بيها كان واصل للسما، يقعد يتكلم معاها دلوقتي ما بتردش، يعني مش مركزة، لحد ما الوظيفة الخبيثة حضّرت الجريمة الكاملة. يوم من الأيام الأمير طلب من الوظيفة الخبيثة إنها تطلع تدّي خبر للأميرة برونيلا إنه 5 دقايق وهيعدّي عليها في أوضتها. دي خدت بعضها وراحت للأميرة، فضلت تستفزها، وأمّا سمعت صوت الأمير بيقرّب من الباب قامت شاتمة برونيلا: يلا يا عيلة نصابين يا نور يا بتوع البيضة والحجر. برونيلا اتعصبت وفقدت أعصابها، وعلى دخلة الأمير قامت مفتوحة فيها شتمات. التانية بقى أول ما لقت الأمير دخل: أنا آسفة والله العظيم، أنا آسفة والله العظيم، ما كنتش أعرف، هو اللي قال لي اطلع أقول لحضرتك جهازي هيعدي عليك، حقك عليا والله العظيم، أنا آسف، ما كنتش أعرف إنك ما بتحبيش حد يقول لك صباح الخير. الأمير هيشوف المنظر، نظرته لبرونيلا هتختلف تمامًا، هياخد بعضه وينزل أوضته يكتب لها جواب ويبعته لها مع الوظيفة. برونيلا هتفتح الجواب هتلاقيه بيعتذر لها أو بيسحب طلبه بالقرب منهم: يا عيلة شلة، أتمنى لها الخير وربنا يشفيها. أخيرًا بيشكرها هي والملك على حسن استضافتهم ليه، وإن تاني يوم أول ما يطلع النهار هياخد بعضه ويمشي. برونيلا من الحزن مش هتنام طول الليل، أيقنت بقى في اللحظة دي إنها بتحبه بجد، إن ما فيش قدامها غير إنها يا تخسر الشخص الوحيد اللي حبته في حياتها بس تحافظ على وعد أمها بإبقاء السحر سر، يا تخاطر بكل حاجة وتكسر وعدها لأمها وتعترف له بالحقيقة. بعد كل التراست ايشوز دي أخيرا هتخف وتقرر تعمل قرار رقم 2. أول ما النهار يطلع تاخد بعضها وتنزل له أوضته تعترف له بالحقيقة كلها وتحكي له الموضوع من طقطق لسلام عليكم. الأمير في الأول ما كانش مصدق اللي بيسمعه، ولكن برونيلا هتقول له تعالى معايا وتاخده ويروحوا أوضة الوظيفة الخبيثة. يستنوها تلبس جلد الست العجوزة زي كل يوم الصبح وتخرج من الأوضة تروح للأمير عشان تقعد تشرب معاه الشاي ويدردشوا، ويدخلوا هم أوضتها. برونيلا هتقلب الأوضة لحد ما تلاقي الصندوق الصغير اللي الوظيفة الخبيثة مخبية فيه جلدها الحقيقي. طلعت توريهوله هيصدقها ويقترح عليها انهم ياخدوا جلدها الحقيقي بالصندوق يرموه في البحر. وهياخدوا الصندوق فعلا يرموه في البحر ويعملوا اجمل واكبر فرح شافته المملكة كلها في حياتها، ويتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات، وتوتة توتة كده خلصت آخر حدوتة. أتمنى من كل قلبي إن قصص السنة دي تكون عجبتكم زي كل سنة، وإن لعبة العقدة في المنشار الصغيرة اللي لعبناها مع بعض دي على قد ما كانت متعبة بالنسبة لي تكون عجبتكم. وأتمنى إنه كان رمضان كريم ولذيذ وسعيد عليكم أنتوا وأهلكم وحبايبكم وكل الناس اللي بتحبوها. وباي.